السلام عليكم. أنا سميتي صفاء. عشت في واحد الأسرة ملتزمة ومحافظة. عندي أختي وحدة، أختي صوفيا وصفاء. الأب ديالي والأم ديالي ناس كبار شي شوية، تقريبا ما معيشيش معاهم في السن. هما تبارك الله ما كانوا ولدونا أنا وصوفيا حتى كانوا كبروا شي شوية في العمر، أصلا تزوجوا معطلين. أختي صوفيا حاليا متزوجة وعايشة في الخارج، بيني وبينها تقريبا 10 سنين. هي تزوجات وانا ديك الساعة باقي كنكمل قرايتي. كنت مرتبطة بها بزاف قبل ما تزوج. هي اختي، هي صاحبتي، وكنا اغلبية في الدار، قليل هكا فين نخرجوا. هي ما تعرفش تخرج بلا بيا، ونفس الشيء انا ما نقدرش نخرج بلا بيها. ما دايرينش هكا الصحابات ولا المعارف اللي نبقاو نخرجوا غاديين جايين، وخصوصا كما قلت لكم الاب والام ديالنا ناس كبار. راكم عارفين الناس كبار عزيز عليهم هكا الا مشاو من دار لدار، وحتى الخروج ما كيخرجوش بزاف، حيت صعيب عليهم هكا يبقاو يدوروا ولا يسافروا بزاف. اختي ملي تزوجات انا ديك الساعه في الجامعه كنقرا. عيات عليا شحال من مره كتقول لي ملي تسالي هكا العطله ولا القرايه حاولي تجي عندنا برا تصايبي باسبورك وجي. كنقول لها راكي عارفه اني ما نقدرش نجي وما كنعرفش نسافر هكا بوحدي، وحتى ماما وبابا ما يقدروش يسافروا هكا معايا برا. عييت فيهم، كنقول لهم فيما تجي شي عطله كنقول لهم الا بغيتو نصايبوا الباسبورات كاملين بثلاثه بينا ونمشيو عند صوفيا. بابا ديك الساعه كيقول لي بنتي ما راك شتيني حالتي رجليا وما نقدرش على السفر الطويل، راه غير عائلتي راه كنمشيو ليها قراب وبزز باش كنمشيو مره. بغيتي تمشي يا بنتي غير سيري نتيا. ايوا ديك الساعه كنعكز كنقول صوفيا ماني ما قادراش وما نقدرش نجي بوحدي. هي ديك الساعه دوك الاعوام الاولى، دابا تقريبا 6 سنين وهي مزوجه. الاعوام الاولى ما كانش كتجي حيت بقات تما حتى صايبات الوراق ديالها وصايب لها راجلها وراقها. كانوا عايشين واحد الحياه مثاليه، كان بيناتنا غير هكا الواتساب، كنشوفوا في ابي فيديو نهضروا نجمعوا، فقط هادشي اللي كان بيناتنا. وفي نفس الشيء انا مركزه على قرايتي. حتى من القرايه عيات اختي معايا، اجي تكملي قرايتك هنايا، انت اللي باقي عندك الخاطر القرايه هنا راه مستقبل زوين. كنقول ليها انا راكي عارفه هاني اختي انا ما نقدرش نخرج حتى على مدينتي، حتى من القرايه تبعت التخصصات اللي كاينه في مدينتي فقط. ما نقدرش هكا نسافر بلا والديا وبعيده عليهم. هكا حياتي وهذه هي شخصيتي. ما قدرش انني تجيني شويه ديال الشجاعه انني نبعد عليهم. كنحس براسي كضيق بيا الدنيا ملي كنبعد عليهم. حتى جا واحد الصيف، واحد النهار، حتى هكا كما العاده كنهضروا مع اختي صوفيا في ابل فيديو، حتى قالت لي راه عندي ليك مفاجاه. قلت لها شنو هي مفاجاه صوفيا قولي لي. قالت لي صفاء انا عندي ليك مفاجاه غادي تعجبك بزاف، واخا ربما تديرونجيك. قلت لها غير قولي شنو كاين. وهي تمشي قالت لي تسناي، خلات الكاميرا مفتوحه وجايه كتجري. قالت لي هيا التيكي ديال الطياره راه قطعناك انا ومنير باش تجي عندنا للخارج. ديك الساعه فرحه جاتني بكيه وفي نفس الوقت الخلعه. قلت لها لا بلاش كوني ما قالت لي لا فيما كنقول لك اجي ما كتبغيش تجي، ولكن دابا قررنا على انك تجي عندنا. بزز عليك راني قطعت وفلوسي ما غيمشيوش غير هكاك وانتي ما غاتجيش. حطتني في الامر الواقع. ديك الساعه قررت قلت لها صافي ماشي مشكل. كان ديك الساعه باقي ليا على الطياره 15 يوم باش انني نمشي عندهم. ما تخيلوش ديك الوقيته خرجت حاولت ماما معايا، خرجات مشيت قديت اموري وصيبت الباسبور في اقرب وقت. 10 ايام تقريبا خرجوا لي الورقه ديال الباسبور. سبحان الله كل شيء كان ميسر. خرجت هكا تقديت شي حويجات اللي غادي نمشي بيهم، واخا ماما ما كتبغيش تخرج خرجتها بزز عليها. ما تخيلوش ديك المده كامله 15 يوم. 15 يوم دازت عليا بحال 15 عام. في نفس الوقت راني فرحانه انني غادا لبرا، وفي نفس الوقت واحد الخوف كبير في قلبي والضيق في صدري اللي كله ما كنتش كناس. وانا غير كنفكر كيفاش غادي نسافر بوحدي، والمشكل اكثر من هذا الشيء
هو اني الطياره عندي فوبيا منها اني نركب فيها، وكانت اول مره غادي نركب فيها. ما عرفتش راسي باش تبليت، فرحه ولا حزن غنحس به، ما عرفتش. في الاخر توكلت راسي وكرت امري لله وقلت ماشي مشكل. وصل داك النهار، تخيلوا داك النهار ماما كتقول لي فطري فطري، راكي الطريق طويله، وراكي عارفه واخا الطياره راه مسافه باش توصل عند اختك، راه حتى الغدا ما يمكنش ما تاكلي والو. كنقول راه ما عنديش حتى هي. صايبت ليا داكشي اللي غندي معايا ومشيت. وصلوني بابا وماما حتى المطار، وصلوني وانا كلي خلعه، كنت راعد من الداخل، وفي نفس الوقت ما بغيتش نبين قدامهم انني خايفه وبقاو مشطونين عليا، حيت كانت اول مره غادي نبعد عليهم. وصل الموعد اننا نطلعوا في الطياره، واحد الخلعه وركابيه ما هزينيش. كنحاول هكا نونس راسي ونشوف الناس ونقول حتى هادو الناس راه موالفين، ونحاول انني نشد راسي. المهم تشجعت شي شويه، واخا ما نعاود لكمش كيفاش دازت الرحله، ديك الطلعه ديال الطياره والهبطه وديك الخلعه وسطها، وانا فيا الفوبيا انني كنعرف، خصوصا ملي كنفكر وكنقول لي راني طايره في السما. كانت الخلعه دوزت ديك المده طويله بزاف بالنسبه ليا، ولكن حسيت براسي ما نعرف مده طويله باش انني راكبه في ديك الطياره. المهم الحمد لله انني وصلت على خير وبخير. كانت اول تجربه ليا والحمد لله. تشجعت شويه واخا كنت مزيره بزاف حقيقه، داخليا ونفسيا. ملي وصلت حسيت بواحد الراحه. خرجت للمطار ولقيت اختي وراجلها كيتسناوني، كيشيروا ليا، وديك الساعه انا الفرحه بديت غير كنبكي، بديت غير باكيه وانني غادا كنجري باش نعنك في اختي، بحال كبيت عليها ديك الخلعه كامله اللي كنت كنحس بها. الهضره الاولى قالت لي ايوا اش وقع لك دابا؟ ما وقع لك حتى شي حاجه، تعرفي كي رجل مالكي كنتي خايفه، ها انت وصلتي وانتي خايفه على اساس انك غتجي اول مره رحله. قلت لي ما وقع حتى شي حاجه، ها انت قدرتي انك تنجحي في التجربه ديالك الاولى. مشيت معاهم ومشينا حتى للمدينه اللي هما عايشين فيها، منطقه زوينه اللي كانت عايشه فيها جريده. ودخلت ولقيتهم مجدي ليا بيتي مصايبين ليا بوحدي. فرحت ديك الساعه ودازو اوقات زوينه بزاف. الايام الاولى كانت اختي مسانداني، وكما كتعرفوا الاخت كتبقى ديما اخت، حنينه بزاف. دوزنا امور زوينه، وحتى راجلها الله يعمرها دار منير كان انسان طيب بزاف وخلوق. كنا هكا تقريبا ملي جيت انا كان هو ديك السيمانه الاولى كان كونجي، كان عطله، كان بحال كيخرجنا وندورو ونمشيو لاماكن زوينين. اللي لاحظت ان اختي ولا فيها النعاس بزاف، ولات نعاسه، ولكن ما كنتش كنخليها كتنعس. المهم دارت لي خاطري دوك الايام الاولى دارت لي خاطري وماشي مشكل. كانت تفيق وكتقول لي راه فيا النعاس وتنعس ورا الغدا، وكانت مده طويله باش انها كتنعس. المهم ديك السيمانه الاولى حسيت بالراحه، وحسيت بانني تداخلت معاهم بزاف، وحتى مراجلها حتى ما تكونش مرتو كنجلسوا ونجمعوا ونضحكوا. من بعد كانت 2 ديك الساعه وكان خاصو انه يدخل الخدمه. فاق في الصباح وانا بصفتي انني كنفيق انا في الصباح بكري. ملي فقت بالصباح بكري سمعت هكا الحركه في الدار، قلت راه ربما اختي راه ناضت، راه كيوجدوا الفطور، حتى انا نوض، ما كاينلاش نبقى غير جالسه. راجل اختي غيمشي للخدمه ونوض انا نشوف شي سيستيم ولا شي بروغرام نديرو انا واختي. نط كنتفاجئ بان غير راجل اختي اللي فايق، اما اختي ما فايقاش. مشيت ديك الساعه كنجري، قلت لي اش كدير؟ قال لي والو غير كنوجد فطوري بالزربه ونشوف شي حاجه اللي غنديها معايا هكا الكوتي نديها معايا الخدمه، حيت كنخدم التوقيت المستمر حتى كنرجع عاد نتغدى. قلت لي ماشي مشكل، صافي غير سير كمل لباسك، انا غادي نقاد لك الفطور. بقيت نقاد ليه، صيفط ليه قهيوه، حطيت ليه اللي كتب الله، حطيته ليه ومشى فطر. وديك الساعه جلست انا حداه وانا نفس الشيء انا كنفطر. قلت ليه واش صوفيا مازال ما فاقش؟ قال لي بدا كيضحك، قال لي صوفيا غتفيق دابا؟ من المستحيلات انها تفيق دابا. ناض ولبس حوايجو ومشى. بقيت انا كنتعجب، بقيت جالسه بوحدي جالسه. اختي تقريبا حتى وصلت 12 هذه عاد هي فايقه من الناس. قلت لها مالك يا صوفيا على هاد الناس كله بزاف؟ الجو راه خفيف زعما باش تفيقي. قالت لي وراني عيانه.
انا راني كنسهر شي شويه ونعاسي ولا داير بحال هكا، ولفت هاد النعاس بحال هكا. قلت لها ولكن راجلك راه خاصك تنوضي وتصايبي ليه الفطور. وبدات كتضحك وقالت لي راه موالف، ومشات دخلت الحمام، مشات تغسل وجهها، خرجت وعاودت معاها الفطور. بدات كتفطر وانا في الشاي شربت معاها كويس القهوه. والمهم كما كان الحال، وكنجبدوا الهضره من الهضره اشنو كاين الجديد اللي كاين والقديم اللي عندنا. المهم دوزنا وقيته زوينه. نهار على نهار كنكتشف بان السيستم ديال اختي ولا في شكل بزاف عكسو اللي كانت معنا ديك الساعه. كنا عايشين مع بابا وماما، ولكن ماما وبابا ما كانش كيخليونا نعسو بزاف. حدنا هكا تسعود واخا نكونوا في عطله، كنا كنفيقوا بكري، ما كاينش شي واحد يبقى في الدار ناعس. دابا اختي لقات الحريه، وليت كنكتشف انها كتنعس بزاف، والصهير كتسهر تقريبا حتى كيقرب الفجر، وعاد كتنعس النهار. يعني قلبها نهارها مع ليلها وليلها مع نهارها. كانوا عندها واحد السيستم مشكل بزاف. وليت كنحس بالطاقه السلبيه. امتى كنحس براسي انني كنعيش حتى كيجي راجلها. ملي كيجي راجلها كيجمع ويضحك ونهضروا، عاد كنحس شي شويه وبحال هكا لا كان ما عيانش يخرجنا، عاد كنرتاحوا شي شويه. بقيت نهار على نهار، نهار الثاني نفس الشيء، ونهار الثالث ونهار الرابع، حتى لواحد النهار قال لي راجلها صافي صفاء، بلا ما تبقى هكا توجدي وتعذبي راسك، انا الماكله ديال الغدا غنبقى نجيبها من برا. قلت ليه شحال يقدك تبقى تجيب من برا؟ بلاش. قال لي راني موالف نجيب من الغدا من برا. قلت ليه علاش حنايا كاينين جوجات في الدار وانت تجيب الغدا من برا؟ قال لي لا ماشي مشكل، انا موالف نجيبو ما عندكش مشكل. قلت ليه لا معاش غادي تخرج، قولي غير التوقيت بالضبط وانا غتلقاني الغدا واجد، ماشي مشكل. وديك الساعه غادي نفيق صوفيا انها تغدى معنا بزز عليها. الا كنتي خارج الوقت قال لي هاد المده عندي 15 يوم شويه خدمه خفيفه، يعني غنبقى نحاول نخرج مع ديك الجوج، ماشي بحال الايام الاخرى. انا غادي نجيب الغدا وانتي ارتاحي لك مع راسك. قلت ليه لا، انا قلت لك ما حدنا كاينين في الدار ما غتجيبش الغدا. انا ديك الساعه طاح ليا العجب، السيد مشى للخدمه، كيفاش هذا راه كيقول لي راني موالف؟ واش اختي ما كطيبش؟ واش ما كتشقاش؟ وفعلا كنشوفها معكازه بزاف واحد الدرجه. المهم ماشي مشكل، فطرنا كما العاده، وجدت ليه فطورو، فطر ومشى، وفطرت انا عاوتاني موراه، بقيت كنتفرج شي شويه ونط كنوجد الغدا. كما العاده اختي راه ناعسه، ما كايناش في هذا العالم، ولا تقول زعما راه عندي اختي ولا نوض نوجد الغدا راه قرب الراجل يجي، ما عندهاش هذا الحس تماما. صايبت الغدا ووجدته، واختي باقا ناعسه. كل مره كنمشي عندها صوفيا نوضي، بركه من النعاس، كتقول لي واخا انا غادي نوض بلاتي شويه، وهي على هذا الحال. خليتها مع ديك الجوج. هو راجلها دخل الدار وجاب معاه شويه ديسير وجلسنا، وقلت ليه غير ها انت وجد راسك وغنحط انا شويه الغدا راه واجد، واختي صوفيا انا غنوضها. قال لها مازال ناعسه كما العاده. قال لها بلا ما تنوضيها. قلت له كيفاش بلا ما نوضها؟ ما غتفيقلكش غير ما غتفيقلكش دابا، وانا عارفها ما غتنوضش دابا، بلا ما تحاولي. مشيت فعلا كنفيق فيها حلفات لا تنوض من النعاس، معكازه بزاف. قالت لي شوفي خليني نعس، انا راني ناعسه حتى الفجر. قلت لها راه هاد الحاله اللي كديري راه ما هياش، كيفاش نتيا اللي خاصك تكوني واقفه راكي ناعسه، والوقيته اللي خاصك تكوني ناعسه انتي راكي فايقه؟ هادشي راه ما مسلكش، وهادشي غير يخرج على حياتك على صحتك وعلى حياتك مع راجلك. قالت لي غير خليني، فقصتني. مشيت ديك الساعه كبيت الغدا الراجل وجلست انا وياه. قلت لي ما بغاش تفيق. قال لي بدا كيضحك، قال لي كنت عارفه وانا اللي عارفه، ماشي مشكل غير اجي نتغداو بجوج. المهم تغدينا انا وياه، حطينا داكشي اللي كتب الله وخليناها لها هي حقها تنوض. بقينا مجمعين كنسولفوا هكا ويهضر معايا ويجبد لي هضرته الخدمه ومن هنا لهنا لهنا. المهم كل مره شنو كيجاوب. وديك الساعه قال لي هاد الغدا بنين بزاف. عرفتي امتى وانا متشهي بحال هاد الغداوات ديال الدار؟ الله يعطيك الصحه في الحقيقه. بشحال؟ قلت لي علاش؟ على صوفيا ما كطيبش الماكله ديال الدار؟ قال لي الاغلبيه كتجيب ماكله من الزنقه، هي ما كتبغيش تفيق من النعاس. يعني لقيتها لان كاين في الدار هي راه ناعسه، وملي ما كنكونش في الدار هي راه ديك الساعه ما كايناش في هذا العالم. الليل اللي خاصها تنعس فيه انا كنبات نعس،
وهي شادة تليفونها حتى الفجر. وملي كنبغي الخدمة خاصها توقف معايا الفطور والغدا ما كاين شيء، انا اللي ولفت نطيب فطور راسي ونطيب والغدا نجيبو من برا. انا ديك الساعه تصدمت، ما عرفتش واش نجي معاه ولا نجي مع اختي. ديك الساعه بقيت كندافع عليها ونقول ليه ربما راه عيانه، ربما كتحس بشي حاجه، ربما مريضه، ربما. بدا كيضحك ليا بطبيعه الحال انت اختها وانت غدافعي عليها، ما عندكش مشكل، حتى انا دابا ما كنتش قلت لك ما والو، غير قلت لك انت تبارك الله عليك هكا، وما عمري ما حسيت براسي بهاد الحياه الا مؤخرا. توجدي لي الفطور ولقى الغدا ديال الدار قدامي. ارتحيت شي شويه، حاولت انني وليت كنقول ياك ما غنجبد لها الصداع بحال هكا، ربما انا غنكون من بعد ديال الصداع المشاكل بيناتهم. هو كان مولف السيستيم ديالها ناعسه وكيجيب ماكله من برا، دابا ولا كيلاحظ الفرق ولا كيدير الفرق بيناتنا. انا ديك الساعه ما عرفتش راسي باش تبليت، واش ما بقاش نصايب ليه الفطور حشمت، ولا ما بقاش نقاد ليه الغدا. ما عرفتش شنو غادي ندير. الا بقيت على هاد الحال غيبقى يدير الفرق بيناتنا بزاف، وغيبان لي بان فعلا اختي كانت معكازه بزاف، ومعكازه ما كتصايب ليه لا فطور لا غدا، اللي هي مرتو اللي خاصها تكون واقفه معاه، وليت انا اختها اللي كنصايب ليه هادشي اللي خاصو. وهو بدون شعور قال لي ما عمرها ما درت لي شي حاجه اللي انا كنطلبها تصايبها ليا، فيما نقول لها صايبي لي شي حاجه تعطيني شي عذر ولا تقول لي راني عيانه ما قاداش. بقيت غير كنشوف. المهم حاولت انني نمياك ونقلب الموضوع ونهضروا على حوايج اخرين ونهضروا ونضحكوا. واحد النهار اتفقنا على اساس اننا ندير واحد الخريجه الويكاند. قال لينا راجل اختي صوفيا، قال لينا غادي نديكم بحال هكا نخيمو هكا في الجبل يومين، ندو معانا شوايه وندوزو اجواء زوينه حدا الواد. فعلا عجبني الامر، عجبني بزاف وفرحت بزاف. ديك الليله كامله وانا كنوجد داكشي اللي صالح لينا اللي غادي نديو. اما اختي كما العاده هزه تليفونها وجالسه ما مسوقاش لينا، بحال هي الضيفه في الدار. انا ويا كنتجرى ونوجدو ما علينا، نوجدو داكشي وندوها معنا ماشي مشكل. مشينا بثلاثه بينا، بقينا غاديين حتى وصلنا للبلاصه. كانت بلاصه واعره بزاف ما عمري ما ننساها، الخضوريه والجبال والماء والناس كثارين تما اللي مخيمين. المهم صايبنا خيمتنا وقادينا امورنا وبدينا كنصايبوا الغدا. شويه كندورو كنلقاو اختي ما كايناش، فين مشات؟ بدا كيضحك قال لي شوفي قلبي على اختك في الخيمه. مشيت للخيمه فعلا لقيتها. اش كدير اختي؟ ناعسه كما العاده. ايوا باش تستمتع بالمناظر والامور وكاين شي مواقف ما خاصكش تضيعيهم، تستغلي الامر وتعيشي الحياه وتعيشي طبيعتك. ضربها بنعسه كما العاده. بقينا انا وياه جالسين قدام الماء وكنجمعوا، وجمعتو ديك الساعه هضره كتجيب هضره حتى لواحد الوقيته ويقول لي قال لي انت هي مرة ديال الزمان في حقيقه. انا تصدمت وتشوكيت، كنقول اش بغى يمعني زعما هادشي راه غيجبد ليا مشاكل بيني وبين اختي. ربما غادي نحطم على حياتها بهذا الشيء اللي كندير انا، ما خاصنيش يمكن نبقى. هو ديك الساعه بقى ساكت شحال، انا ما عرفتوش ما جاوبتوش وما عرفتش شنو بغى يمعني. المهم بقى ساكت شحال وفي الاخر هو يقول لي واش تقبلي انك تزوجي خويا؟ انا بقيت مصدومه وساكته. قلت ليه نفكر ونرد عليك. المهم بقينا بحال هكا دوزنا دوك اليومين وانا كل تفكير. ملي رجعنا للدار قلت ليه ماشي مشكل، ما غنلقاش حد من عائلتكم. ملي قلت بدينا كنهضروا هكا هي تقول لي اختي علاش كتهضروا؟ قلت لها هو يقول لها شنو كاين وشنو كاين. راني قلت لها واش ممكن تزوجي خويا؟ قالت لي انا اخر من يعلم. وتكلمت انا قلت لها صوفيا الله يهديك، على انت فين عمرك قلتي معنا وجمعتي معنا باش تعرفي اشنو كاين من الجديد؟ ياك ديما انت ناعسه وما كايناش في العالم. المهم سكتات وانا قبلت شرطه. تزوجت ديك الساعه اخوه فعلا، جاو خطبونا وكنت رجعت ديك الساعه عند ماما وبابا وجاو خطبوني عائلته وتزوجت خوه كان عايش في نفس المدينه اللي كاين هو فيها في برا، عايش نفس المدينه. ما تخيلوش الحياه اللي كانت معاه، كانت عكس حياة منير. السيد كان في شكل عطيته هو غير مرخي والنعاس. شحال تمنيت انني شي مرات كيبقى يقول لي واحد الراس تكون هي كان هاد حسام
هو راجل صوفيا، هو راجل اختي، حيت غادي يتوالموا، عاطينها غير النعاس والرخو، هما اللي خاصهم يكونوا ازواج. انا يحسبني ما حد منير داير بحال هكا، حتى خوه غيكون نفس السيستم، ولكن كنعكسو تماما، كنعكسو تماما. شي مرات كنقول يا ربي، يا ربي راه منير هو اللي صالح ليا، وحسام هو اللي صالح لصوفيا، كون يتجمعوا هذوك الجوج يتوالاو ما بيناتهم غنعسين، وانا ومنير فايقين بزاف وكنهضروا ونضحكوا. من لدرجه انني شحال مره كنبقى نشكي لمنير، لدرجه انني كنت متدخله معاه كنشكي له من خوه، ولدرجه ان قال لي ما تبقايش تقولي لي كاع، حيت حسام كان من داك النوع انه سقران بزاف عكس منير. فيما نقول ليه شي حاجه يقول لي انت كل مره كلك طلبات، واخا ما عمري ما طلبت منه شي حاجه، غير نقول ليه شي حاجه بغيتها يقول لي واخا ماشي دابا، انا ما مساليش. لدرجه اني تشكيت لمنير وقال لي منير فيما تبغي شي حاجه، فيما تبغي شي حاجه اجي عندي وقوليها ليا وانا غنعطيها لك. وفعلا كنت شي حاجه هكا ما بغيتها وما جابهاش ليا غير نقولها لمنير يحضرها ليا بالزربه، بحال هو اللي راجلي ماشي حسام. المهم انا دابا حاليا عايشه حياتي، كنقول هادشي اللي قسم لي الله، ما عندي ما ندير. كيما راجل اختي صبر على اختي، حتى انا خاصني نصبر على خوه، وما عندي ما ندير. واخا شي مرات كيدخل الشيطان في راسي وكنقول علاش ما نكونش انا هي مرت منير واختي هي مرت حسام. حد الان عايشه هاد الحياه، كنقول خاصني نصبر، ربما غادي تبدل، واخا ما كيبان لي فيه تبدال، ولكن حمد الله وشاكر على النعمه ديالو، هادشي اللي كتب لي الله والحمد لله. يلا هذه قصتي وخليتكم على خير.